نتكرفص دابا باش في كبري نعيش مرتاح. هذه هي اكبر تقريبه تيتقربوا اكثريه الناس، ولا بد انه حتى واحد فيكم نتوما تيشوف الفيديو غيكون حتى هو بنفس التقريبه. بحالاش هو انه الشخص يقول لك مثلا غادي نتكرفس وغادي نتعتب في حياتي وغادي نحرم حياه راسي من بزاف ديال المتع ديال الحياه باش نجمع راسي وباش انني منين تكون عندي هذيك ندوز ديك ليسباسي ديال لو تري تري لو غوتريتري، يعني سن تقاعد، نلقى راسي مرتاح وجالس جهة البحر وشاد كاس ديال العصير وتنشرب وانا مرتاح البال وولادي كبار وخدامين وبديورهم. هذه هي الفكرة. ولكن اشنا هو الضمان؟ اشنا هو الضمان على انك انت لا حرمتي راسك؟ وشنا هو الضمان انك انت الا عطيتي راسك اكثر من الجهد وهلكتي راسك واستهلكتي القوه ديالك والطاقه ديالك اكثر من القياس ديالها، انك منين غادي تكبر وغادي توصل لذاك السن انك ما غاديش تكون مريض، انك ما غاديش توصل لواحد المرحله ديال انك صافي خرفتي عييتي. شكون اللي قالنا انك منين تعب دابا وتوجد وتجمع في الاخر ديك البلاصه اللي بغيت تمشي ليها تلقى راسك ما قدرتيش تمشي ليها، ان الرجلين ما بقاوش عندك، انك وليتي غادي مجرور في كريسه، انك لا قدر الله معلقين ليك السيرون باش تاكل. يعني ما كايناش شي ضمانه، يعني هذه قوله خاطئه. المهم هو الاساسي هو انك تعيش الحياه، تعيش اللحظه اللي انت عايش فيها، يعني تستمتع بالوقت اللي انت عايش فيه، لان لقدام الغيب ما تعلمه الا الله عز وجل. شكون اللي قالنا انت غادي تزيد تكمل حتى لذاك السن؟ شكون اللي قالنا انت غتحقق داكشي اللي تطمح ليه؟ الارزاق بيد الله والاعمار كذلك بيد الله، ولكن عيش الحياه ديالك انت دابا، عيش كانك سوف تموت غدا. هذا هو الاساس اللي خصنا نمشيو عليه. اما في حين انه نبدا تنحرم راسي انا وتنهلك راسي انا في الصغر ديالي والشباب ديالي وما نتمتعش في واحد المرحله من العمر ديالي انا على اساس انني باش نتمتع منين نزيد نكبر، فهذا تفكير خاطئ. واكثريه الناس دابا هذا هو الاساس عندهم، هو انه تيقول لك لا خصني نتعذب وخصني نتكرفص وخصني نجهد راسي ولا عييت دابا راه غنتصالح من بعد. ولكن هذاك من بعد اشنا هو الضمان انك غتكون فعلا في ديك المستوى تاع الراحه؟ اشنا هو الضمان؟ ما كاينش الضمان. لان شحال من واحد دابا مثلا تيجوع راسو وتيحرم راسو من بزاف ديال متاع الحياه وتيهلك راسو في